أنا كنت بنت انطوائية شوية، بحب أقعد مع نفسي وعيلتي وبس. ما كنتش بحب أصاحب ولا أتكلم مع أي حد غريب عني معرفوش، لحد ما دخلت جامعتي واتصاحبت على شلة بنات كانوا السبب في خراب حياتي، وكانوا السبب في إني أخسر ثقة أهلي فيا بعد السنين دي كلها. هحكي لكم قصتي، بس قبل ما نبدأ قصة النهاردة يلا بسرعة حطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. قصتنا النهاردة للكاتبة المبدعة الجميلة جودي عماد، ولو عجبتكم القصة بجد ما تنسوش تكتبولي في التعليقات. يلا بينا نبدأ القصة. في بيت صغير في منطقة عشوائية كان في بنت قاعدة مع مامتها وهما بيتفرجوا على التلفزيون. البنت كانت مبسوطة قوي علشان خلاص كلها كام يوم وهتدخل كليتها اللي هي حلمت بيها من صغرها. بصت لمامتها وهي بتقول لها: ماما، أنا مبسوطة وفرحانة قوي، وأخيرا هدخل الكلية اللي كان نفسي فيها من وأنا صغيرة. ضحكت أمها وردت عليها: قولي الحمد لله يا بنتي، انت شاطرة وذاكرت كتير قوي علشان توصلي للكلية دي، يا ريت بقى تركزي فيها عشان الكلية دي ما فيهاش لعب يا هدير، انت فاهمة؟ هدير وهي بتضحك بفرحة: حاضر يا ماما، أنا هاخد بالي من نفسي قوي، وكمان انت عارفة أنا مش بصاحب ولا بكلم حد غريب عني، فهتلاقيني مركزة في الدراسة وبس. أمها وهي بتتفرج على التلفزيون: ماشي، يلا قومي علشان تجهزي لبسك اللي هتروحي بيه بكرة الصبح يا هدير. قامت هدير من جنب أمها: ماشي يا ماما، يلا تصبحي على خير، ولو بابا رجع وانتي صاحية عرفيني خلاص قدمت في كلية الهندسة. تاني يوم الصبح صحيت هدير من نومها وجهزت نفسها وهي مبسوطة جدا ومتحمسة علشان هتروح الجامعة وتشوف ناس جديدة. هي مش هتتعامل معاهم، بس تشوفهم وتغير جو شوية لأنها محصورة بين بيتها، ولو خرجت بيكون السوق مع أمها، مش بتروح لمكان لوحدها أبدا. أبوها وأمها بيخافوا عليها قوي لأنها وحدتهم، وكمان عشان العالم اللي حواليهم والناس محدش يديهم أمان أبدا. وصلت هدير لكليتها، كلية الهندسة. بصت حواليها بذهول أول ما دخلت من البوابة بسبب الطلاب الكتير قوي اللي واقفين في كل مكان. هدير خافت قوي في اللحظة دي من وجودها لوحدها وسطيهم. شافت شوية بنات محجبين واقفين مع بعض، قربت منهم واتكلمت بتوتر: السلام عليكم، ممكن لو تعرفي مكان مدرج تقوليلي لو سمحت؟ ردت البنت عليها: انت جديدة صح؟ دفعة أولى. قربت هدير منهم: جديدة، دفعة سنة أولى، ومش عارفة حاجة هنا خالص بصراحة، وحاسة اني تايهة قوي. اتكلمت بنت تانية من الشلة: طب خليكي معانا، أنا والبنات احنا دفعة أولى برضو، استني شوية على ميعاد المحاضرة نروح المدرج مع بعض، احنا برضو نفس المدرج بتاعك. ضحكت ليهم هدير وهي مكسوفة: تمام، بجد أكون شاكرة ليكوا قوي. عدت الأيام على هدير اللي بقت بعيدة قوي عن مامتها اللي كانت بتحكي لها كل حاجة. اتقربت قوي من البنات اللي معاها في الكلية، وده لأنها انجذبت ليهم قوي. أوقات كتير كانت بتخرج معاهم وما تروحش كليتها، أهملت دراستها قوي بسببهم. وفي يوم كانوا في كافيتيريا الجامعة، فاتكلمت بنت منهم وهي بتقول لها: اتصدقوا يا بنات، بنت جارتنا بتعمل تيك توك وبقى عندها فولورز كتير قوي، اتشهرت في فترة صغيرة جدا. سألتها مريم علشان الفكرة دي كانت في دماغها من زمان قوي، بس مش لاقية حد ينفذ معاها. وده ازاي بقى يا سلمى؟ سلمى وهي بتشرب النسكافيه بتاعها: مش عارفة، بس بصراحة بشوف فيديوهات كتير قوي، بس سمعت الكلام ده من بنات جيراننا في البيت، وعرفت كمان منهم اسم الأكاونت. انتبهت منار لبصات مريم ليهم فقالت لها: طب حلو قوي، هاتيه وانا هفتح اشوف من تليفوني، مش يمكن يكون محتواها تعليمي او ديني، او حتى بتعلم البنات يستفادوا منها حاجة بدل الفيديوهات المقرفة اللي احنا كل يوم بنشوفها. قالت لها سلمى على اسم الأكاونت، ولما منار عملت سيرش عنه ظهر ليها بنت لابسة هدوم مقطعة اللي هي بيقولوا عليها الموضة دي، ومبينة شعرها من كل حجابها. بصوا لبعض كلهم وهم مستغربين ايه اللي هي عاملاه في نفسها ده. فاتكلمت منار وهي بتقول لهم: ايه ده يا بنات، هي ازاي لابسة كده وحجابها؟ انا دلوقتي عرفت هي ليه اتشهرت بالسرعة دي، زي ما انتي قلتي بالظبط يا سلمى، اكيد بسبب القرف اللي هي عاملاه في نفسها، اموت واعرف اهلها فين. هدير وهي بتلعب في تليفونها
أكيد معاها وموافقين كمان على كده. سلمى اتضايقت قوي لأنها عارفة إن أهل البنت دي كويسين قوي وطيبين جدا. ما ظنش يا هدير، أصلا هما مش بيفهموا في النت، يعني زي أهالينا كده، على قدهم في التكنولوجيا. هدير وهي بتمسك شنطتها: طب يلا بينا نقوم، المحاضرة هتبدأ وإحنا محتاجين نركز في الفاينل، كفاية قوي اللي حصل ليا من بابا وماما بسبب نتيجة الميد ترم. مسكت سلمى ايديها وخلتها تقعد، وهنا بصت لهم كلهم وسألتها: انت لسه برضو يا هدير مش عايزة تقولي لمامتك ان انت بتخرجي معانا؟ نفخت هدير بزعق وهي متضايقة من كلام سلمى: المشكلة مش فيكوا يا سلمى، المشكلة في أهلي أنا، هما اللي قافلين عليا بزيادة عن اللزوم، ودي حاجة بتضايقني جدا بصراحة. أنا بجد تعبت منهم قوي، وكمان تحكماتهم فيا، أنا ما بقتش صغيرة وهم مش قادرين يفهموا ده. هنا اتدخلت مريم في الكلام وقالت لها وهي بتضحك بحزن وسخرية: هدير، أهلك خايفين عليكي مش زي أهلي، أنا عمري ما شفت نظرة الخوف في عينيهم، حتى لما بتأخر برا البيت ما بيبقاش همهم حاجة. مش مهم أنا كويسة ولا مش كويسة، المهم إن الناس ما يتكلموش عليا، فأنت يا ريت ما تتضايقيش من اهتمام أهلك بيكي، لأن في غيرك بيتمنى ربع الاهتمام ده، بس للأسف مش بلاقيه. اتكلمت منار لما شافت نظرات الضيق على وش هدير بسبب كلامهم، ونظرات الحزن على وش مريم بسبب إهمال أهلها ليها فأكتر فترة مهمة للبنت، وهي بتكون فترة المراهقة والفترة اللي بعديها. طب يلا يا بنات قوموا علشان خلاص المحاضرة فاضل عليها 10 دقايق وتبدأ، وبعدين احنا مش هنيجي هنا على آخر المحاضرة يعني ونقلب الدنيا كلها نكد. يلا خليكم مفرفشين كده وقوموا يلا. استمرت أيام الدراسة وكانت هدير كل مدى بتقرب أكتر من صحابها اللي هي ارتاحت ليهم، معرفتش أهلها بيهم عشان هي عارفة إنهم هيمنعوها عنهم، علشان كده قررت إن هي تخبي كل حاجة عن أهلها وما تقولهمش أي حاجة بتحصل برا البيت. مريم قررت إنها هتتجه للتيك توك وتعمل فيديوهات، مش علشان الشهرة لأ، علشان الفلوس. مريم من نوع من البنات اللي بتبص للي أعلى منها وهي عايزة يبقى معاها فلوس. كانوا واقفين قدام الجامعة مستنيين مريم اللي اتأخرت عليهم قوي، ودي مش عادتها. دخلت عليهم كلهم واتصدموا منها ومن نظراتها. اتكلمت منار وهي مش مصدقة اللي هي شايفاه بعينيها: مريم، معقولة انت قلعتي حجابك بعد السنين دي كلها؟ مريم وهي بتضحك: عادي يعني، وفيها ايه يا منار، انا زهقت منه، وكمان ما كنتش بعرف ألبس على الموضة بسببه، علشان كده قلعته. اتصدمت منار منها ومن ردها: طب وأهلك يا بنتي، انت عارفة باباكي متدين قد ايه؟ مريم ردت عليها وقالت لها: ما هم ما يعرفوش، انا قلعته من وراهم اصلا، والنهاردة وانا نازلة ليكو كنت لابسة الحجاب، ولما نزلت ومشيت بعيد عن الشارع قلعته وجيت لكم على طول. في اللحظة دي منار ما استحملتش استهتار مريم وزعقت لها: مريم، اللي انت عملتيه ده غلط قوي وانا مستحيل اسكت عليه. قربت منها مريم وهي على أتم الاستعداد عشان تضربها: هتعملي ايه يعني يا ست منار؟ مش هتعرفي تعملي معايا اي حاجة، وبعدين يا حبيبتي انت ولا امي ولا ابويا ولا اختي ولا اخويا، يعني بالعربي كده انت مالكيش دعوة باللي انا بعمله في نفسي. ضحكت منار باستهزاء وهي بتقول لها بعتاب: صح، عندك حق، بس انت نسيتي ان انا صاحبتك، يعني انا خايفة عليكي. عموما يا مريم براحتك، انا ما يشرفنيش ان افضل مع واحدة زيك في شلة واحدة. مريم ما استحملتش كلام منار عنها فزعقت لها بصوت عالي وخلت كل الناس اللي في المكان ياخدوا بالهم: منار، احترمي نفسك، انا ما اسمحلكيش تتكلمي عني بالطريقة دي. بعدت منار عنها وهي بتقول لهم: تسمحي ولا ما تسمحيش، انا همشي اساسا ومش هفضل معاكوا هنا. صح، قبل ما امشي يا بنات، نصيحة مني يا بنات، ابعدوا عنها علشان هتجيب رجليكم معاها. منار كان عندها حق، كلهم انجذبوا لمريم وفيديوهاتها اللي بقت ما تفرقش عن غيرها من الفيديوهات، بالعكس كانت أسوأ لأنها ابتدت تلبس قط ومقطع وتبين كل حاجة. وكل ده ليه؟ علشان الشهرة والفلوس، وتخلت عن عفتها ونفسها. هدير اتقربت جدا من مريم عن الأول، يمكن الأول كانت بعيدة عنها بس دلوقتي بقت الأقرب ليها من أي حد في الشلة. منار ما بقتش تتكلم مع أي حد في الشلة غير هدير علشان تحذرها من مريم،
بس هدير ما كانتش بتسمع الكلام نهائي، وكانت بتتقرب منها أكتر وأكتر. التحرر اللي كانت مريم عايشة فيه عجب هدير قوي، وكان نفسها تكون متحررة زيها بالظبط. بس العائق بالنسبة ليها هم أهلها، علشان كده أخدت القرار اللي هيدمر حياتها، والسبب في القرار ده هي مريم. هي اللي قالت لها. مريم ردت عليها وقالت لها: